يا محمود، شفت اللي حصل؟ لعله خير إن شاء الله. أنا سمعت إن فوزي ابن خالد جارتنا طلق مرته. لا يا سيدي، ومش عايز أعرف. حيلك بس الموضوع خطير. هي كانت عم تعمل له محشي ورق عنب وهو عيحب الكرنب. يا سلام، كده بقت قضية رأي عام طبعا. بالأمانة يعني شايف إن الغلط منيها. يعني إيه محشي ورق عنب؟ دي حاجة مستفزة يا راجل. بقول لك يا سيد، هو أنت كنت متجوزهم ولا حاجة؟ لا بس أنا أحب أفهم اللي حواليا يعني. أنت كده مش بتحب تفهم، أنت كده بتحب تتدخل. يا جاهل، ده اسمه اهتمام. لا طبعا، الاهتمام لما تسألني وتطمن عليا عامل ايه، صحتك عاملة ايه، لكن التدخل انك تسأل اتجوزت مين وخلفت ليه واتطلقت ازاي. طب ما ده سؤال حلو برضه. حلو بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لغيرك رخامة. يعني أنت شايف إن ملياس صالح؟ بالظبط، حط في دماغك ان دي حياتهم ملناش دعوة بيها. بس أنا غرضي إني أساعد يعني. تساعد؟ تحب افكرك بتساعد ازاي؟ فاكر لما قلت لسعيد سيب الشغل قعد في البيت من ساعتها، ولما قلت لابراهيم اتجوز اتطلق، ولما نصحتنا غير الموبايل القديم كان احسن. بس أنا نيتي سليمة والله. ماشي، بس النية الكويسة مش مبرر للتدخل في حياة الناس. طيب أنا دلوقتي لما أعرف حاجة مطلوب مني أعمل إيه؟ ولا تعمل اي حاجة، اعمل نفسك ما تعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني أركز في حياتي؟ هو ده الكلام، لما تركز في حياتك مش هتلاقي اصلا وقت تتدخل في حياة غيرك. طب وافرض حد طلب رأيي؟ ادي رأيك يا سيدي من غير فرض ولا تنظير ولا ما انا قلت لك. طيب أنا ماشي، بس قبل ما أمشي أنت شايف إني أغير شعري؟ ولسه بتسأل؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه.